المسجد ده مسجد صغير، معمول سنة 1400 وشوية ميلادية، موجود في منطقة تحت الرابعة اللي هي بجوار منطقة بوابة المتولي والخيامية. يعني اللي عامله مش مملوك من المماليك. العمارة بتاعته تعتبر بسيطة، ما هياش فخمة، انما انت هتستغربوا من اسم، والقصة بتاعت اسمه دي انا مش عارفها والله، ما اعرفش ليها سبب معين ولا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. هو اسمه مسجد المرأة الشقراء ليه؟ فاطمة الشقراء. فاطمة الشقراء دي كانت واحدة سوريا، من سوريا. من سوريا. جارية من سوريا كانت جت هنا واتجوزت هنا وعملت المسجد. يعني هي كانت جارية من سوريا واتزوجت هنا وعملت المسجد ده. شكرا يا سيدي. فاطمة الشقراء. مسجد فاطمة الشقراء. طبعا البوابة بتاعته، يعني لو شفنا البوابة بتاعته فاطمة الشقراء، مسجد فاطمة الشقراء. طبعا ده مسجد معمول سنة 1468 ميلادية. احسبوا بقى، احنا النهاردة 26 رمضان بتاع سنة 2023. طبعا حصل تجول عليه وفي ناس فرش حاجات، انما هو المئذنة بتاعته تعتبر مئذنة يعني مميزة، يعني مبنية من الحجارة، وحقيقة تعتبر من أجمل المآذن اللي أنا شفتها، وهي أجمل حاجة في المسجد ده هذه المئذنة. مسجد فاطمة الشقراء.